ازاي تعملي فيجن بورد لوحة الاحلام لنفسك؟ عشان الفيجن بورد مجرد تنسيق صور عجباكي على لوحة. ابسولوتلي دوت. اعملي سيف للفيديو عشان كل ما تحتاج تعملي فيجن بورد جديدة تلاقيه طبعا الورق. دايما البداية تبقى تقيلة، فخلصت الفيجن بورد كتابة وتصوير هنزل البحر بينا عشان نلحق. اول خطوة الويل اوف لايف، لان هي اللي هتخلينا نشوف حياتنا من فوق عشان اعرف هو عاجبني ولا لا. دي بتخليني اركز. الويل اوف ماي لايف خلوا البروسيس بالنسبه لكم ممتعه. الوان، شاي بلبن، دلعوا نفسكم. خطوه رقم 2، ايه اللي مش عاجبني وعايزاه يبقى عامل ازاي؟ ايه اللي عاجبني وعايزه احتفظ بيه؟ الميوزك الحلوه بقى. خلصنا تاني خطوه، ايه اللي مش عاجبني وعايزاه يبقى عامل ازاي؟ ايه اللي عاجبني وعايزه احتفظ بيه؟ ودلوقتي هنختار اهم بنود بينا ونحطهم هنا. انا اخترت 3 مجالات مش عاجبني وضعهم في حياتي او عايزاهم يبقوا احسن. نمسك كل مجال فيهم و3 اهداف نركز عليهم. دايما حافظي على ال3 اهداف دول محددين وواضحين ليكي. ثالث خطوه، دول 9 اهداف هتخنهم اهم 5 اهداف وتكتبيهم. 5 بس. في الورشه بتاعتي انا بعرف اجبرهم. انتي معلش حاولي تتصرفي. اعتبروا انا مش عارفه اجبرك نختار 5. بعد ما نعصر نفسنا اهداف نغمض بسرعه نختار اهم ونشوف مين فيهم اول صوره انا شفتها وتكتبيها هنا. قوليلي عملت الفيجن بورد بالطريقه دي قبل كده ولا كان تلزيق صور بس؟ اشوف في لوحه الاحلام او الفيجن بورد بارت 2 بس. خلاص.